شاهدت مقطع لأحد الشباب المقاتلين لحظة إصابته واستشهاده في حلب أثناء تحرير حلب. سبحان الله، هذا الشاب لم تكتحل عينه برؤية حلب محرر، لم يرى رفاقه وهم يصطحون بالتكبيرات في سماء دمشق. عبد الباسط الساروت لم يرى الحشود وهي تردد هتافاته وترفع صورته من قلب حمص ودرعا. مازن الحمادة ابن دير الزور الذي مات 1000 مرة تحت التعذيب في المعتقل لم يشهد هذه اللحظة العظيمة. هذا يقودنا لسؤال: هل هذه اللحظة، لحظة الفرح والنصر والتمكين، هي المشهد الأخير، الغاية الكبرى؟ لو كانت كذلك، ما وضع هؤلاء الذين لم يعيشوا هذا النصر؟ ماذا نقول عن غزة وقوافل الشهداء والجرحى الذين تجود بهم إلى هذه اللحظة؟ ماذا نقول عن السجون المكتظة بالمظلومين في كل مكان والذين لم يفرج عنهم إلى اليوم؟ لو كان النصر هو النهاية والغاية فكل هؤلاء خسروا لأنهم لم يصلوا إليه. لو كان كذلك لما نزل علينا قول الله سبحانه وتعالى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أي فيرى ربكم ما تعملون بعدها، تشكرون، تكفرون، تطيعونه وتعصونه، يعني أنها ليست النهاية ولا الغاية. أنت مطالب بتوظيف هذا النصر فيما يرضي الله، قد لا يدوم. السنن الإلهية والتجارب التاريخية تقول لنا بأن التمكين لا يدوم، يبقى ما بقي التزام أهله ببعض السنن والقوانين والشروط. طيب، ما هو المشهد الأخير؟ المشهد الأخير والنهائي يصوره الله لنا فيقول: يوم هم بارزون. يوم هم بارزون، الكل في أرض المحشر، لا يخفى على الله منهم شيء. يعني ممكن اليوم الشبيح أو الطاغية اللي قتل واغتصب وعذب يقدر يهرب، يختبئ ولا ينال جزاء، يقدر يتخفى ويطلع مظاهرة: بدنا دولة علمانية، ما بدنا المسلمين الرجعيين اللي ضحوا بدمائهم وأبنائهم وأموالهم في سبيل تحرير هذا الشعب. ممكن يتخفوا، ممكن لا ينالوا العقاب في الدنيا، لكن لذلك اليوم في المشهد الأخير لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.